السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من ألذ وأجمل الوصفات اللي ممكن تجربوها. وصفتنا النهاردة وهي محشي البتنجان والكوسة. وصفة سهلة وبسيطة وخطواتها واضحة، وبالرغم من كده في ناس كتير قوي بتحبها. والمحشي أصلا من الأكلات اللي مهما نعملها عمرنا ما هنزهق منها. فيلا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة ونشوف طريقتها ازاي. وأول حاجة هنبدأ بيها وهي خلطة المحشي. في بولة كبيرة أو صينية كبيرة هنحط فيها 3 كوبايات من الرز المصري العادي اللي هو الرز الأبيض، وغسلناه تحت مية جارية وبعدها صفناه كويس. ومعايا 3-4 قرون من الفلفل، فرمناهم كويس في الكبة، ولو عايزينه سبايسي شوية فممكن تحطوا معاهم قرن فلفل حراق. وهنحط عليهم بصلة كبيرة أو بصلتين وسط، فرمناهم برضو كويس في الكبة لعند ما بقت ناعمة خالص. وبالنسبة للبهارات فهنحط معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة قرفة، والقرفة هنا هتدي الخلطة ريحة حلوة قوي. ومعلقة ملح، ممكن تزودوا او تقللوا في الملح، فده بيكون على حسب رغبتكم. ميكس بقى كل الحاجات دي مع بعض قبل ما بنحط الصلصة. وبالنسبة عندي للصلصة اللي هنستخدمها، فانا معايا هنا الطماطم حطيتها في الخلاط، ومعاها البنجر وهنفرمهم كويس. وبعد كده هنسيبهم على النار لعند ما يتسبكوا شوية. وكمان هنحط عليهم معلقة بابريكا عشان تديها اللون الاحمر ده. وهنحط كمان معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم، ومعلقة ملح. بالنسبة للخضرة فمعايا حزمة شبت، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة. هنقطعهم ناعم او ممكن تفرموهم في الكبة. والخضرة هنا بتدي للخلطة ريحة حلوة قوي، وكمان بتخلي طعمها حلو، فلو عايزين تزودوا من الخضرة زودوا براحتكم. وبما اننا عملنا كل حاجة على البارد فلازم نحط زيت. هنحط هنا ربع كوباية او نص كوباية من زيت الزيتون، وهنقلبها كويس. ولو حابين ان المحشي يطلع سبايسي شوية فممكن تضيفوا نص معلقة شطة او معلقة شطة زي ما تحبوا. وبجد الطريقة دي في الخلطة بتكون سهلة جدا ومبتاخدش معانا وقت كبير، وفي الاخر بيبقى طعمها حلو قوي. بعد كده معايا البتنجان والكوسة، طبعا تقدروا تستخدموا اي كمية انتوا حابينها. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقور البتنجان والكوسة، ونخلي بالنا واحنا بنقورهم ان احنا ما نوصلش للاخر، وده عشان ما تتقطعش معانا. وبعد كده هنغسلهم كويس وهنحطهم عندي في مصفى شوية لعند ما ينزلوا المية. وبعد كده هنبدأ نحشي البتنجان والكوسة، وناخد بالنا ان احنا منملهاش على الاخر، يعني نسيب حتة فاضية كده صغيرة، لان الرز حجمه بيتضاعف وقت السوا. هنرصهم في الحلة جنب بعض، ومهم جدا ان احنا منسيبش فراغات كبيرة. وبعد كده هنحطهم عندي على النار، وهنضيف عليهم الشوربة. هنضيف الشوربة لعند ما تغطي نص المحشي. هنضيف كمان معلقتين او 3 صلصة، والصلصة هنا هتخلي لون المحشي حلو جدا. وبعدين هنغطي عليه وهنسيبه على نار عالية، واول لما يغلي على نار عالية نهدي النار خالص وبعدين نغطيه. وبعدين هنسيبه على نار هادية جدا لعند ما يستوي، وهو ما بياخدش وقت كتير وهو على النار، يعني من ساعة لربع ساعة، وهتلاقوه استوى معاكم. ولما المحشي يستوي بنطلعه في طبق كبير، وطبعا يتاكل وهو لسه سخن كده وهو لسه طالع من الحلة. وبجد كان طعمه حلو جدا، وكمان ريحته كانت طالعة حلوة قوي. جربوا بقى محشي البتنجان والكوسة على الطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم. والمحشي اصلا من الاكلات اللي مهما بنعملها عمرنا ما هنزهق منها. وكده يكون محشي البتنجان والكوسة خلص. عملناه بطريقة سهلة وخطوات بسيطة، وطعمه حقيقي بيبقى حلو جدا. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.